ايه يا حبايبي، ازيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لكم ما تيجوا كده ما نطلع من البيت دي شوية. مش زهقتوا؟ تعالوا نطلعكم برا شوية. يلا. انا رايحة البنك. مش رايحة اصرف من القناة، رايحة اصرف المعاش بتاع زوجي. يلا يلا هنمشي مع بعض ان شاء الله. اوريكم الطبيعة كده ونمشي ان شاء الله بإذن الله. يلا يا حبايبي، ده الشارع اللي بتاعنا اللي احنا هنطلع منه. أني بيتي في آخر الشارع، وبابا كده في الوش قدام حضراتكم. كده احنا طلعنا على الطريق. شايفين يا حبايب الزرع، أشجار. الدنيا حلوة برا، بس الواحد أول ما بينزلش لا هنا ولا هنا. أنا كده. بس اليوم دي يا حبايبي كان أطول يوم في حياتي وأتعب يوم في حياتي. ده الطريق بتاعنا، لسه مش طلعنا على الطريق الأسفلت. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين يا جماعة؟ يلا الحمد لله على كل حال. لسه مش طلعنا برضو. ده من بيتي لحد ما نطلع على الطريق بتاع العربيات. لسه برضه يا حبايبي، كده طلعنا خلاص. محطة القطر اهي. كده احنا طلعنا، اتجهنا على البلد اللي انا رايحاها، اللي هي فيها البنك اللي انا رايحاه برضه. رايحة البنك علشان رحت اقبض في اول الشهر. قالوا لا، الفيزا عايز يتجدد. وبعدين ده في شهر 10 ادوني ورقة كده بالصرف. صرفت المعاش، وقلت اما اروح في اخر 10 كده علشان اجدد الفيزا. فجددتها، خدوا البيانات بتاعتي وكل الاجراءات، وقالوا تعالي يوم الاربع اللي هو كان النهارده. ورحت. انا كنت هناك حوالي الساعة 11 في البنك. وبعدين ينزلوني ويطلعوني ويطلعوني وينزلوني من الأرشيف، لا الدور التاني لا الدور التالت، والله يا جماعة. وأنا رجلي انتهت، والسكر عندي اترفع، وحسيت بهبوط. لا اتبهدلت النهاردة، والله والله اتبهدلت آخر بهدلة. وفي الآخر زعقت ليهم. أيوة زعقت لهم بصراحة. يعني أنا بقول في الفيديو اهو، البنت من دول مش تصلح تبقى موظفة. مش تصلح تبقى موظفة. ليه؟ يعني الراجل، رجال الله لا خوف عليهم فعلا. يعني واحدة قالت لي لا، الختم ده مش نافع، مع انني بمضي، بس هم احتاجوا ختم برضه. يا بنت الختم دي انا ماضية بيه الشهر اللي فات وصارفة المعاش. تقولي لا مش هو، لا مش هو. طب ليه يا ست الكل؟ رحت طلعت فوق، قالوا لا هو، وهو في الجهاز. وبعدين أنا هنا في الأوضة بتاعت المكتب أهو، والسلام